قهوة ولا شاي ولا بس ماي وأحزان؟ واللي يقولون ما يحتاجون شي الصبح، من أي نوع انتو؟ وهل المزاج يتضبط بالمشروب؟ انتو من اللي يفضفضون مع الشاي ولا يصيرون فلاسفة مع القهوة؟ يا هلا، أنا ميمونة ورجعت لكم بحلقة رابعة من بودكاست حياة ميمونة. بس قبل لا نبدأ خلوني أسألكم، انتو من فريق الشاي اللي يروق ويهدي الأعصاب، ولا من جماعة القهوة اللي تصحي الحواس وتفتح أبواب الفلسفة، ولا مثلي تايهين بين رشفة هني ودفعة هناك؟ اليوم موضوعنا مصيري شوي، ويمكن يسبب خلافات ويمكن يسوي صداقات، لأنها شرابين مو بس مشروبات، هذه طقوس، مواقف، وحتى هويات. خلكم معاي وخلوا الكوب قريب منكم. قهوة، شاي، ولا أنت من النوع اللي يصحى ويشرب ماي ويقنعنا أنه هو طبيعي؟ أنا عن نفسي ما أقدر أبلع أي شيء الصبح إلا إذا كان في ريحة دافية، قهوة مزبطة ولا شاي مزاج حسب يومي يعني. بس في شيء لازم يدخل المعدة ويقنعني أني عايشة. في مرة شربت شاي نعناع الصبح بالغلط، وقعدت أحس أني في سبا، روقان، روقان ما بعد روقان. ولا معدتي تقول وانا الكافيين ويه الخير. وانا ما راح اتكلم عن اللي يشربون نسكافيه بكوب وردي، بس ابيكم تعرفون اني اشوفكم ترى. زين، شنو اول شي تشربونه؟ وتحبون مشروبكم يكون حالي، ثقيل، خفيف؟ وهل يومكم يخرب اذا نسيتوا اول كوب؟ قصتنا تبتدي من المطبخ او من الكوفي كورنر، وتحديدا من عند الرف اللي فيه الشاي والقهوة قاعدين يم بعض، بس بينهم تاريخ طويل من المنافسة. يعني مثلا الشاي دايما يجيب هدوء ويقولك تعال نروق، نرتب أفكارنا ونفكر بحلول سليمة. أما القهوة، لا 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 لا، القهوة تدخل عليك كأنها تقولك قم قم، خلنا ننجز، خلنا نغير العالم، أو على الأقل خرج على الايميلات. بس تعالوا نفكر شوي، هل احنا نختار المشروب ولا المشروب يختار مودنا؟ يعني هل شربت شاي لأنك رايق، ولا صرت رايق لأنك شربت شاي؟ وهل القهوة تعطيك طاقة، ولا أنت كنت متحمس أصلا وكنت محتاج شيء يصايرك أو يواكب مزاجك؟ والأغرب إن في ناس يشربون الشاي والقهوة مع بعض بنفس اليوم. هذلين هذلين الناس عندهم مؤتمر داخلي كل 4 ساعات أتوقع. أنا عن نفسي إذا شربت شاي غالبا بفكر، يمكن حتى أكتب، وإذا شربت قهوة بفكر أكتب، بس غالبا بس بقعد أفكر. أذكر مرة كنت مستعجلة على شغل مهم جدا، وقلت يلا خلنا أضبط لي كوب قهوة أصحصح فيه وأروق، وأنا بنص التركيز كبيت القهوة طبعا وشربت، وقاعدة أطالع الكوب مستغربة، الطعم مو غريب بس في شي غلط. تخيلوا سويت لي شاي وحطيت عليه قهوة وشوية شكر بعد، وطلعت بشي ما أعرف له اسم بس خلاني أصحى وأندم بنفس الوقت. يعني كأن الشاي والقهوة قرروا يسوون شراكة ضدي. من ذيك اللحظة تعلمت درس مهم، إذا باقي ما صحصحتي لا تتفلسفين. وفي النهاية سواء كنت من أهل الشاي اللي يحبون الهدوء والروقان، أو من محبي القهوة اللي يركضون ورا الفكرة قبل لا تشرد، أو مثلي تشرب اللي تلقاه أول على الرف، المهم انك تلقى وقتك وتستمتع برشفتك وتخليها لحظة لك. واذا مر عليكم موقف طريف مع الشاي او القهوة شاركوني قصتكم، ابي اعرف انتم من اي طقوس، من اهل الرواء ولا من محبي الشحن السريع؟ كلنا نحتاج شي بسيط يخلينا نبدأ يومنا، بس الاهم نبدأ يومنا بطريقة تضحكنا، تهون علينا وتخلي كوبنا ممتلي ولو مزاجنا ناقص شوي. كانت معاكم ميمونة من بودكاست حياة ميمونة، خلكم دايما بخير، بقهوة أو شاي على ذوقكم.